برشا توانسة اليوم رجعوا لهم الذاكرة كلان الكبار والجدود على الأراضي التونسية اللي فرنسا الاستعمارية قصت منها وهدتها للجزائر قبل ما تخرج. حكاية قديمة أما ما ماتتش، خاطرها ما زالت توجع قلب كل تونسي يحب بلاده ويدافع على حدوده التاريخية. الناس اللي تعرف تاريخ البلاد تفهم مليح اللي الجنوب التونسي كان أوسع برشا قبل ما فرنسا تعمل حدود على قياس مصالحها هي، لا على قياس الحق ولا على قياس الجغرافيا. المناطق الصحراوية اللي كانت ديما محسوبة على تونس واللي عاشوا فيها توانسة ورحال من تطاوين وقبلي ومجاورهم تبدلت إداريا في زمن الاستعمار وتعدات للتراب الجزائري ظلما وعدوانا. لكن هذا ما يعنيش اللي التاريخ يتبدل، الأرض تعرف أصحابها. وبرشا توانسة اليوم يقولوا ما يلزمناش نسكتوا، مش سكوت على خطر ولا على عداوة، لا بالعكس، السكوت هنا يعني نخليه صفحات التاريخ تطوى بالغلط، والمطالبة بالحق ماهيش إساءة لحد وما تمس لا الشعب الجزائري اللي نحترموه ولا العلاقة بين البلدين، بالعكس هي مطالبة نظيفة ووطنية وبالروح السلمية. التوانسة يحبوا بلادهم ويحبوا يشوفوها تاخو مكانتها وتاريخها وحقوقها، والتحرك السلمي ينجم يكون عبر الوعي، عبر الإعلام، عبر الضغط القانوني والدبلوماسي، عبر النقاشات العمومية اللي تفرض الملفات هذه على الطاولة. بلادنا ما يلزمهاش تضيع حقها كيما ضيعت فرنسا حقوق برشا شعوب. الرسالة واضحة، تونس ما تعتديش، أما زادة ما تتنزلش على حقها التاريخي. والمطالبة بالسلم ماهيش ضعف، هي قوة بلاد تعرف قيمتها وتعرف تاريخها وتعرف شكون قص عليها وتعرف زادة كيفاش تسترجع حقها بالقانون والصوت العالي وملاش بالعنف. ويجي وقت اللي تونس تستعيد حقها في الصحراء التونسية. النظام العسكري الجزائري متورط في تقسيم المغرب العربي. هاني باش نجاوب. قل. نفرقوا الرومانة. فوالا. النظام العسكري قلب النظام المدني في الجزائر وخدا الحكم وحكم معناها في الشعب الجزائري وفك منه حقوقه وثروته وفك من تونس حقها في صحراء تونس وقاعد يسعى باش ينتزع من المملكة المغربية حقها في الصحراء المغربية وظلم بها الإنسان الجزائري والإنسان التونسي والإنسان المغربي. تونس عندها حق في صحرائها والوثائق الدولية تشهد بهذا.